السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه اخباركم؟ منوريني والله. يلا بينا النهارده نخبزه. ايوه هنخبزه، احنا هنخبزه على طول. احنا ما وراناش حاجة، احنا لازم يبقى عندنا عيش شمسي في البيت. احنا والصعايدة اللي هنا عارفين ان احنا اعتمادنا الكلي على العيش الشمسي، فلازم نخبزه عيش شمسي على طول. يلا النهارده هنعمل لنا خبزة مع بعضنا. لو انت اول مرة تشوفيني، انا ام المعتصم ودي قناتي عليها روتين صعيدي مغفلق. يلا اشتركي ونوريني وكبري لي عيلتي، ان شاء الله عيلتي هتكبر بكم. وطبعا ما تنسوش تحطوا لي لايك، اللايك قاعد عمل الفيديو ويرفع ويخليه يتشاف بشكل افضل. يعني اللي يشوف الفيديو يدوس لايك بليز لو سمعتوا يعني. يلا بينا نبدا. اوعد ايه التجهيزات زي ما انا قلت لكم قبل كده. ناويه تخبز عيش شمسي يبقى هتنوي من عشيه، من قبلها بيوم. ليه؟ لان تجهيزات العيش الشمسي هتبدا من قبلها بيوم. يقول لك اني لازم تبقى ربة خميره وعامله الليله اللي هتعمليها دي لازم تعمليها قبل العجين بست ساعات على الاقل. يعني كنت تعمليها اكتر ولكن على الاقل يبقى 6 ساعات مش اقل من كده، عشان العيش ما يعسلش وما يبوظش منكم. اول خطوه انا عملتها اللي نقعتها ده العجر، والعجر حكيتكم عليه قبل كده وقلت لكم عليه، وهنقول لكم برده في اخر الفيديو انا عملته ازاي. اول حاجه انا ابدا بيها انقع العجر عشان ياخد وقته وينيخ ويبقى كويس خالص، بحيث ان ما يعمليش كلاكيع في العيش ولا يبقى ناشف. تاني حاجه نجيب الدقيق بتاعي حسب الكميه اللي انا هنعملها. يعني ما شاء الله انا الكميه دي عملت لي حوالي 18 20 رغيف يعني. انجي نشاهد الخلطه، شويه بلدي على شويه قمح على شويه فينو، ونبدا نغربله بحيث ان هو يدخل له الهواء وبحيث ان اي حاجه فيه تطلع يعني في الغربال. بعد ما شهدت العيش ندخل على الخطوه الثالثه اللي هي العصيده. نبدا نعصد على حسب كميه العيش اللي انت خبزاها. عاد يا صاحبتي ايه هتعصدي؟ يعني مثلا انا هنا ال20 رغيف انعصد كد نص طبق او اقل من نص طبق دقيق. نعمل عصيده ميه مغليه ونكب على العجين، ونكون محطه الملح بتاع الدقيق بتاع الخبزه كلها يعني نحطها مع العصيده، ونبدا ايه نعصد من المغرب ونغطيها ونسيبها، نحط لها شويه ميه نبلبلها كده ونسيبها تبرد. عشان ايه؟ لما نجي نرب عليها الخميره في اخر الليل قبل ما نجي ننام بالليل نروح ايه نرب الخميره. هنا حطيت شويه دقيق وحطيت الخميره البيره اللي هي العجين مش الفوريه، مش هنخبزه بفوريه يعني، عن نفسي مش هنخبزه بفوريه خالص، هنخبزه بالخميره اللي هي العجينه دي. تمام. فجيت حطيتها، ولو تلاحظ ان انا ما كترتش دقيق حطيتها لاني عامله حساب ان في عصيده، فما كترتش دقيق لان احنا في الصيف فمش عايزه الخميره تكتر مني عشان ما تبوظليش العيش. جينا عاد في التكه الحلوه دي اللي قالوا لي عليها ان هي ايه، تجيبي بذره تومه وادي نشغلها نعصر فيها عشان تنزل ميتها، يعني تعمل لها ميه من جوه وايه، وهنقسمها نصين ونحطها في نص الخميره للصبح تقعد للصبح. قالوا لي ان هي هتخلي الخميره تشب وتبقى حلوه وتخلي الخميره نشيطه كده وفالحه. يعني ايه هتخلي الخميره هتخليها طازه كده او هتخليها حلوه يعني. المهم تمام. في ناس هتحط بصله وفي ناس هتحط قرن شطه احمر، انا شفت يعني لكن انا هنحط بذره الخميره دي في بذره التومه في الخميره تقعد لغايه الصبح فيها. جاي الصبح عاد ايه تطلعيها انت في الصبح، مش هتسيبيها يعني تتلفيها انت وهتعجني، هتظهر تحت ايدك. نضراها تسحبيها عشان ما توقعلهاش تحت درس حد لما تتخبز وتزعل يعني تمام. جينا عاد هنا صبحنا الصبح هنبدأ العجين. خدت مني حباية دقيق اللي هي التدفول اللي انا هنقطع بيها، تدفول يعني هنقطع بيها. وجيت عجنت باقي العيش وادي العجين. لما عجنت عاد ايه يعني ما تخليهش مرخي، خليه شديد شويه لان احنا هنعمل عيش مدور. لو عيش بقرون تخليه مرخي، لكن ده العيش المدور يعوز ان العجينه ما تبقاش مرخيه، تبقى شديده وتبقى متملكه كويس خالص. اهم حاجه ملكيها واديها وقتها. عندك عجانه بارك الله فيها هتعجن، عندك ايدك ربنا يعينك وقويك ايه وتعجني. بعد ما خلصت عجين عاد طلعنا ايه هنبدا ونعجنه فوق. ادي هنا جبت حبات مقارسي وتقرصتها يعني عملتها بالرده كلها. وجيت ايه بدات نقطع. ادي لو شفتي على المقرصه هتلاقيني تخين، مش يعني اول ما تحط على المقرصه تسندك ده ما ساحش يعني. لما يسيحك ده العيش ابو قرون يعني، لكن العيش المدور ده يبقى شديد شويه عشان يعلى ويخمر ويعلى يعني ويدور معاكي. تمام. فهنا ايه جينا عاد ايه خيتي جينا قطعنا العيش وقطعتهم كلهن، وبعدين شغلت لهن المروحه وبدات ندب فيهن. ما شغلتهاش انا ونقطع عشان ما حدش معايا يعني العيش هيعمل مني، العيش هيجشف مني من فوق كده، هيعمل له وش من فوق وهينشف. فايه اول ما تبدا يتقطعي شغل المروحه ده اللي انا عملته. وبعدين انا ابدا ندب الدبه هنا يعني اعتبريني انساوي مساويه، مش اندب دب واعر، هنخليه سميك شويه. ده العيش العيش المدور. اما لو عيش شمسي هيبقى العجينه هنا لو عيش ايه بقرون
لو عيش بقرون العجينه هني تبقى مرخيه شويه وتدبيه اكتر، لكن العيش المدور ده مش ندبوه. ده مين عاد؟ ده العقر اللي انا في اول الفيديو خالص جبت نقعته عشان هنخبز بيه. ده شايلاه للخبزه الجديده. هو عباره عن بواقي العجين اللي في العجانيه، نجيبه نفركه بدقيق ونخليه يتهوى ينشف، وبعد ما ينشف نروح نعبيه في كيس ونحطه في الفريزر. هنحطه في الفريزر ونروح نطلع الخبزه الجايه النايخه، وهكذا، ونبدا نبدا الموضوع من جديد. ادي هنا العيش دخل في الخمور معايا ما شاء الله، وبدا يعلى وبدا يخمر. ما طلعتش في الشمس لان الموضوع بالنسبه لي ما كانش محتاج. هي عامه الجو مولع نار والدنيا حر عندنا، فمش محتاج اني انا نوديه في الشمس يعني. خليته على طرابيزته لغايه ما خمر مع نفسه. هنا جيت لقيته خموره تمام زي الفل، هنبدا الرص فيه. جيت عدلت على الناحيه الثانيه، يعني خليت وشه من تحت والرده من فوق، وبدات نجرح فيه. جبت دبوس وقعدت نجرح فيه داير ما يدور، يعني مفتحه كل داير ما يدور. فتحته وسبته شويه عشان لقيت ان الخمور بتاعه طالع لفوق، بما انه قاعد تحت المروحه، يعني خموره ما كانش من الجناب، كان لفوق. ادي لو تلاحظوا هتلاقوه تفتح من فوق، خموره من فوق. فانا جيت جرحته عشان خموره يبدا من الجناب ويبدا ياخد وضعه كده الرغيف ويبدا يتظبط. وليه انا عامله على وشه، نخلي وشه من تحت والرده من فوق عشان وشه يطرى شويه، ولما يدخل الفرن يحمروا بسرعه. ده اللي قالوا لي يعني بصراحه يعني قالوا لي خلي وشه من تحت هيخليه طري وهيخليه يحمر اسرع في الفرن. جيت هنا اديني سبته شويه، وادي خموره. بصوا ادي خموره بدا يعلى من الجناب، وخموره بدا يظهر من الجناب وبدا الرغيف ياخد وضعه ويبقى افضل. جيت بعدين لما تمام خلاص داخلين على الرص، رحت شغلت الفرن فوق وتحت على حسب. انا شغلت الدورين لاني هنحطهم كلهم مره واحده. فجيت اول ما اتاكدت ان هي سخنت اروح نختبرها بالرده، نرش فيها شويه رده، لقيتها كلت الرده هي سخنت تمام. مثلا فرن الانبوبه سريعه وسهله، مش زي فرن الطين. مثلا فرن الطين هتبقى صعبه شويه. فجيت هنا حطيتهن عاد ما شاء الله، رصيتهم كلهن. اول ما شمن النار على طول، بما ان الفرن حامي، لو الفرن بارده تلاقي العيش تمص منه كده، لكن لازم الفرن تبقى حامي عشان يتنفخ ويعلى. هنا في كام رغيف كده كان انا عايزات يتدورن، ديرتهن وظبطتهن وعدلتهن. وعد يا بت خبزنا لك احلى عيش شمسي تشوفيه. لو وصلتي لحد هنا ما تنسيش تحطي لي لايك، يلا حطي لي لايك للفيديو، اللايك هيدعمني يرفع الفيديو. اشتركي ونوريني وسيبي لي كومنت قولي لي انت من وين، ودعوة حلوة ولك بالمثل يا رب إن شاء الله. وتفضل رغيف حامي. يلا السلام عليكم.